اليوم غادي ندويو على واحد القانون، ماشي أي قانون. كنتكلموا على واحد من أهم المشاريع القانونية اللي دازت في هاد العشر سنين الأخيرة. واحد القانون اللي المتخصصين كلهم متفقين أنه ماشي غير تعديل وصافي، لا، هذه إعادة كتابة كاملة للطريقة اللي كيتعامل بها كل واحد فينا مع منظومة العدالة. فكر فيها مزيان. شنو غادي يكون الأحساس ديالك ديك الساعة؟ واش غتحس بالخوف حيت ما عارف شنو كاين، ولا غادي تحس بالأمل حيت أخيراً كاينة فرصة للتغيير للأحسن؟ هاد السؤال هو اللي غادي يحل لنا الباب باش نفهموا هاد التغيير الكبير اللي كيقولوا عليه غادي يقلب الموازين كلها. هادشي للأسف كان هو الفيلم اللي عايشه أي واحد داز من المحكمة. كتضيع نهارك كامل، كتخسر فلوسك، وفي الأخير كتسمع ديك الجملة الشهيرة: تأجلت القضية. هادشي كان كيولد غير الإحباط واليأس، والواحد كيفقد الثقة. ولكن هاد الصورة ممكن تكون على وشك أنها تتبدل. إذن أجي ندخلوا دابا في المعقول. كنتكلموا على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 0223. باش نبسطوها، هذه هي القواعد ديال اللعبة اللي كتنظم أي قضية مدنية من نهار كتحطها في المحكمة حتى كيخرج الحكم النهائي. واخا الاسم كيبان تقني ومعقد، ولكن التأثير ديالو غادي يقيس الحياة اليومية ديال كل واحد فينا. شوفوا، هاد الوصف ماشي ديالي، هذا هو التعبير اللي كيستعملوه أغلب الخبراء في القانون فاش كيدويو على هاد المشروع. زلزال صامت. شنو كيعني هادشي؟ كيعني تغيير من الجذور عميق ولكن بلا ضجيج، حتى كنفيقوا شي صباح ولقاو أن القواعد كلها تبدلات. وهذه هي النقطة المهمة. حنا ما كنهضروش على ترقيعات أو إصلاحات صغيرة هنا وهناك، لا، هاد المرة كاين قرار واضح. المغرب بغى يقطع مع واحد النموذج قديم ديال القضاء اللي كان معروف بالبطء والتعقيدات، وهذا القانون اللي تصادق عليه في 8 يوليوز 2025 هو اللي كيمثل هذه الرؤية الجديدة. أوكي، دابا أجي نشوفوا بالضبط شنو تبدل، شنو هي أهم التغييرات اللي جاب هذا القانون الجديد. خلينا نركزوا على 3 ديال الحوايج كبار هما القلب النابض ديال هذا الإصلاح كله. التغيير الأول وربما الأخطر هو الدور ديال القاضي. القاضي ما بقاش داك الموظف اللي كيتفرج في الملف وكيتسنى الأطراف يتحركوا، لا، القانون الجديد أعطاه سلطة كبيرة باش يولي هو اللي شاد الزمام، وهو اللي كيسرع الإجراءات، وهو اللي كيمنع أي واحد باغي غير يضيع الوقت. يعني ولا هو قائد المعركة القانونية ماشي مجرد حكم. تاني تغيير كبير هو الرقمنة، يعني دوك الكواغط الصفرين والملفات اللي مكدسة في الأرشيف واللي كنشوفوها في الأفلام، صافي هديك الصورة غادي تولي من الماضي. غادي ندوزو لعهد جديد اللي فيه كل شي ديجيتال، كل شي مرقمن. شنو كيعني هادشي في الواقع؟ كيعني أن المواطن غادي يقدر يرفع الدعوة ديالو من دارو بلا ما يمشي للمحكمة. المحامي غادي يقدر يحط الوثائق والمذكرات من المكتب ديالو، وأي واحد معني بالقضية غادي يقدر يتبع الملف ديالو لحظة بلحظة ويعرف فين وصل. القضاء غادي يولي بمعنى الكلمة بكليك واحدة. ودابا وصلنا لثالث تغيير واللي بزاف كيعتبروه أهم نقطة لحل مشكل البطء في المحاكم. القانون الجديد جاء باش يسد الباب على واحد الظاهرة خايبة كانت كتخنق القضاء: الطعون الكيدية. يعني دوك الاستئنافات للهدف الوحيد منها هو المماطلة وتضييع الوقت. شحال من واحد كان كيخسر قضية وباش يعطل التنفيذ كيمشي يدير استئناف وهو عارف أنه ما عنده حتى حجة، غير باش يربح الوقت. دابا هاد اللعب سالا. القانون الجديد حط شروط صارمة ومعقولة للطعن، وإلا درتي طعن تعسفي ماشي غير غادي يترفض ليك، ولكن ممكن تخلص عليه غرامات مالية. الفكرة واضحة، التقاضي حق ماشي لعبة. هاد التغييرات الكبيرة كلها ماشي عشوائية وما جاتش غير هكاك، هي مبنية على واحد الفلسفة واضحة، واحد الرؤية جديدة للعدالة اللي كتقوم على 4 ديال الركائز أو الأعمدة الأساسية. أول حاجة هي السرعة والنجاعة، حيث العدالة اللي كتجي معطلة راها ماشي عدالة. الهدف هو نقطعوا مع دوك القضايا اللي كيبقاو يدوروا في المحاكم سنين وسنين حتى كيفقدوا الناس الأمل في الحق ديالهم. الركيزة الثانية هي الشفافية. خاص كل شيء يكون واضح. المواطن من حقه يعرف المسار ديال القضية ديالو، يعرف شنو ليه وشنو عليه، بلا تعقيدات وبلا لغة قانونية غامضة. الشفافية هي أساس الثقة. الركيزة الثالثة واللي دوينا عليها هي التكنولوجيا. الرقمنة هنا ماشي غير موضة، هي أداة أساسية باش نخلو العدالة قريبة من المواطن، سهلة وأكثر فعالية. وأخيراً الركيزة الرابعة هي المسؤولية. هذا القانون كيحمل القاضي مسؤولية مباشرة على الملف اللي بين يديه.
خاصو يسيرو مزيان ويكون هو المسؤول الأول على إنه يوصل لنتيجة في وقت معقول. مزيان هادشي كله. هدرنا على القانون وعلى الفلسفة ديالو، ولكن السؤال اللي كيطرحه أي واحد، هادشي فاش غادي ينفعنا في حياتنا ديال كل نهار؟ هاد القانون كيفاش غادي يأثر علينا في الواقع؟ هاد القانون غادي يدخل لحياتنا بشكل مباشر، سواء كان عندك مشكل ديال الكرا ولا قضية ديال الأرض ولا شي خلاف عائلي على الورث ولا حتى نزاع تجاري بين شركاء. كل هاد القضايا اليومية غادي تخضع لهاد القواعد الجديدة. يعني الملف ديالك غادي يمشي في واحد الطريق اللي واضحة بخطوات محددة، والهدف هو أنه يتسد في آجال معقولة. وفي الأخير الهدف الكبير من هذا الإصلاح كله مشي غير تقني، الهدف أعمق من ذلك، هو هدف اجتماعي. الهدف هو نرجع ديك الثقة اللي للأسف بزاف ديال المغاربة فقدوها في القضاء. هذا القانون بحلة كأنه بيقول للمواطن هالطريقة واضحة وهالحق غادي يبان وفي واحد المدة معقولة. وهكذا كنكونوا درنا واحد الجولة على هذا التغيير الكبير اللي كيتسنى القضاء المغربي. هاد الشيء كيبان واعد وطموح بزاف على الورق، ولكن كيبقى واحد السؤال كبير مطروح، فاش كنساليو هاد الهضرة كلها؟ وهذا هو السؤال ديال بصح، واش هاد النصوص القانونية اللي كتبان مثالية غادي تقدر ترجم لواحد تغيير حقيقي وملموس في المحاكم، ولا غادي نصطدموا بعقبات أخرى في الواقع وغادي نلقاو أن الإصلاح الحقيقي مازال خاصو خدمة؟ النقاش كيبقى مفتوح والمستقبل هو اللي غادي يجاوب.